ويليامز ومحمد صلاح. ويليامز ومحمد صلاح، ركله جزاء محمد صلاح عملها له وسجلها، عملها له وسجلها. بانينكا لكن هي ايه، موديل 2025 باسم الاسطوره النجم الكبير، نجم الريدز، نجم محمد صلاح، يضعها في منتصف المرمى. ودى ويليامز الى بريتوريا ووداه الى جوهانسبرج وكيب تاون، لففوا الدنيا كلها وحطها له في منتصف المرمى عشان يسجل اول اهداف اللقاء النجم محمد صلاح، ويسجل الهدف الثاني ليه في هذه البطولة. منتخب مصر فاز على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم 26 من ديسمبر 2025 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب. الهدف الوحيد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول بعد مراجعة في IR لخطأ على صلاح، وتم طرد اللاعب المصري محمد هاني في الدقيقة 47 بطاقة صفراء ثانية، مما جعل مصر تلعب ب10 لاعبين طوال الشوط الثاني. انما لاعبتنا لازم تتحيي على الروح اللي لعبوا بيها احمد، ظروف غير طبيعيه خاصه الشوط الثاني، تعامل ممتاز، روح عاليه من ياسر ورامي وحمدي بقتاليه، وخبره من صلاح. وصلاح ظهر اللي احنا محتاجين نشوفه دايما مع المنتخب، قياده في التحركات داخل ارض الملعب، تنظيم الهجوم للكوره. يعني تغييره عمر احنا كلنا شفناها غلط، ولكن صلاح وقيادته للفريق الشوط الثاني واللعيبه اللي نزلت مكان صلاح، يمكن امام متاثر صحيح شويه بالحاله البدنيه اللي عنده، وزي ما هيثم ذكر المرض اللي كان عنده اثر عليه في كرات كان ممكن لو هو اجهز بدنيا ممكن تكون هدف لمنتخب مصر. ورغم الضغط الكبير من جنوب افريقيا، استحواذ حوالي 64% وعده فرص، تألق الحارس المصري محمد الشناوي في التصدي للكرات الخطره، وحافظ الفراعنة على التقدم. وشهدت المباراة جدلا تحكيميا، خاصة حول ركلة الجزاء لمصر ورفض ركلة جزاء محتملة لجنوب إفريقيا في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز ضمن منتخب مصر التأهل إلى دور 16 مبكرا، وتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتاج جنوب إفريقيا إلى نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة للتأهل. مبروك للفراعنة الفوز الصعب والثمين.